اهلا بيكم معايا في حكاية وقصة جديدة. قصتنا النهاردة حصلت فعلا. يلا بينا نبتدي قصة النهاردة، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتشيروا الفيديوهات مع اصدقائكم وحبايبكم. يلا بينا نبتدي قصة النهاردة. قصتنا بتقول: انا عشت حياة قاسية جدا، عشت اتبهدلت واتمرمطت من وانا صغيرة. كنت شقيانة جدا مع اهلي، معرفش معنى الدلع ولا معنى الحياة المرفهة ولا الأكل الأحلى حاجة ولا الحياة دي خالص. عيشتنا كانت بسيطة جدا، كنا عايشين حياة تحت الصفر. واللي اتعلمته من حياتي دي ان الفقر عمره ما كان عيب. العيب ان احنا نمد ايدينا وناخد حاجة مش بتاعتنا، او ان احنا نفرط في نفسنا مقابل حاجة، او حتى من غير مقابل. الشرف والكرامة وعزة النفس مفيش أحسن منهم. أنا اسمي منى، من الطبقة اللي تحت المحدودة الدخل، أو اللي تحت الصفر بمعنى أصح. عايشة في العشوائيات. حياتي أنا وبابا وماما بتعتمد على خدمة الناس علشان نلاقي ناكل ونلاقي قرش حلال، ونلاقي قرش نصرفه على نفسنا وناكل بيه، أو حتى علشان حد يحن علينا ويدينا كسوة جديدة، اللي هي تعتبر يعني كسوة قديمة. يعني بالنسبة لهم هما، بس بالنسبة لنا احنا هي كسوة جديدة. انا واهلي ما كناش مهتمين غير بالجري على لقمة العيش. نسينا حاجات تانية مهمة كتير. يعني مثلا عمري ما ابويا قال لي يلا بينا اعلمك تتوضي، او يلا بينا اعلمك تصلي، او يلا نصلي سوا. ما حصلش خالص. استغفر الله العظيم يا رب. يعني كنا بعاد جدا عن ربنا. عارفين ربنا ومؤمنين بيه وكل حاجة، بس اهلي كانوا كل تركيزهم على الفلوس واللقمة الحلال. ما كناش عندنا شغل ثابت ولا وظيفة ولا اي حاجة من الحاجات دي. كنا بنخدم في البيوت، وشوية نسيق السلالم، شوية نغسل سجاد. المهم انه شغل حلال، يعني نجيب منه القرش وخلاص. وفضلنا على كده لحد ما في يوم جه اليوم اللي انا كبرت فيه وحلويت، والكل كان طمعان فيا، وكله كان مفكر انه يقدر يشتريني بفلوسه. بس انا عمري ما عملت حاجة غلط، وكنت عارفة كويس قوي الصح والغلط، وعارفة حدودي فين، وعاملة حدود مع الناس كلها في كل حاجة. كنت محافظة على نفسي قوي، برغم ان انا متعلمتش يعتبر، بس كنت عارفة الصح من الغلط، وعارفة حدودي فين، وعارفة الأصول اللي ينفع أعمله واللي ما ينفعش أعمله. فضلت على كده لحد ما في يوم جابولي وقالولي إن متقدم لي عريس. قلت لهم عريس مين ده؟ ويعرفني منين ولا شافني فين؟ قالولي شافك في السوق، والعريس ده اسمه أحمد. وساعتها قال لنا إن هو شغال ميكانيكي عربيات وبيكسب كويس قوي، وبيشتغل في الورش وفي كل حاجة تخص العربيات. هو وقتها قال لنا ان هو مش هيخليني محتاجة اي حاجة، انا بس اوافق عليه ومش هيخليني محتاجة حاجة خالص. وبمعنى اصح رسم لي البحر طحينة، وقال لي ان هو هيخليني يا ما هنا يا ما هناك، وانه هيعيشني عيشة كويسة جدا، عيشة ما شفتش زيها. ومش هيخليني اشتغل ولا يخليني اتمرمط، ولا اشتغل تاني ولا اتمرمط في شغل اللي انا كنت شغالة فيه، ولا تسييق السلالم، ولا في اي حاجة من الحاجات دي. فرحت بصراحة قوي، وقلت اخيرا اخيرا هترحم من قطمة الوسط اللي انا كنت فيها دي، من غسيل السجاد وتسييق السلالم. فرحتي كلها كانت للسبب ده، بس مش اي حاجة تانية، ولا علشان هتجوز ولا علشان حاجة تاني. لا، كانت فرحتي كلها علشان خاطر ان انا هترحم من الشقة اللي انا كنت فيه، واخيرا هيكون عندي هدوم جديدة وبيت جديد وحياة جديدة. ما كل ده طبيعي، انا كل ده كنت محرومة منه، وخصوصا الاكلة النظيفة والعيشة المرتاحة شوية. وده اللي طمني اكتر كمان لما قالي ان هو بيكسب كويس قوي وشغلته حلوة. وساعتها وافقنا عليه من غير حتى ما نركز في اي تفاصيل عنه.
ولا سألنا عنه ولا دورنا عليه ولا دورنا هو مين ولا اصله ايه ولا حتى فصله ايه ولا اي حاجة من الحاجات دي. المهم كان هو يعني بالنسبة لنا ان هو ماديا كويس قوي وهينتشلني يعني زي ما بيقولوا كده من الفقر والشقة اللي انا كنت فيه. اتخطبت وقتها كنت حاسة ان هو حد كويس قوي وغلبان وما شفتش منه ولا لاحظت عليه بصراحة اي حاجة وحشة في الوقت ده خالص. اتجوزنا وعشنا اول فترة جوازنا عادية ومفيش اي حاجة غريبة ولا مشاكل ولا اي حاجة غريبة لاحظتها في الوقت ده. انا كنت فرحانة علشان اخيرا يعني اتسطرت في بيت وبقى معايا زوج يحافظ عليا وبعدت عن الشغل بقى وشغل البيوت والتسييق والكلام ده، بقى عندي زوج يخاف عليا واتحمى فيه من كل حاجة وحشة كنت فيها او المرمطة بمعنى اصح. والشقة اللي انا كنت فيه بعد فترة من جوازنا لقيته بقى يقعد كتير في البيت، برغم انه الاول كان بينزل الشغل عادي. لقيت الفترة الاخيرة مش بيروح الشغل كتير، وطول ما هو قاعد في البيت بقى طلبات كتير بقى، هاتي شاي، هاتي قهوة، اعملي لي اكل، عايزة اتغدى، انا جعان. مش شاغل باله اصلا باي حاجة تانية غير الحاجات اللي انا قلتها لكم دي، اكل شرب قهوة وبس. في فلوس في البيت؟ مفيش. البيت فيه اكل ولا ناقص اي حاجة؟ لا، مش شاغل باله باي حاجة من الحاجات دي. كنا عايشين على القد قوي برغم ان هو كان قايل ان ظروفه حلوة جدا. انا بصراحة كنت مستحملة ومش بتكلم، مع ان انا كده كده يعني جاية منين، ما انا كده كده كنت عايشة الحياة دي، ما انا كنت عايشة في الفقر ده وضيق الحال. مركزتش قوي في الحتة دي ان هو كان قايل اللي هو يعني ياما هنا وياما هناك، ولقيت هي دي حياتي. فضلت صابرة ومستحملة فترة كبيرة واقول الحمد لله على كل حال. ما هي مش كل الايام هتكون حلوة ولا كل الايام هتكون وحشة، لازم اشوف كده واشوف كده. بس من جوايا كنت برضو قلقانة، هو ليه ما بيروحش الشغل وليه قاعد في البيت؟ سألته وقلت له هو في ايه، انت مش بتنزل شغلك ليه؟ قال لي عادي يعني، انا معايا فلوس، انت محتاجة حاجة؟ قلت له لا، انا بس بسأل، انت ما بتنزلش شغلك ليه؟ انا مستغربة بس مش اكتر. قال لي هنزل ان شاء الله بس لما الفلوس اللي في جيبي تخلص. ساعتها استغربت جدا واتصدمت جدا من ردة فعله دي. بقيت بكلم نفسي واقول هو في راجل يحب قعدة البيت بالطريقة دي؟ وبعدين يعني يعتبر انت معاك صنعة غيرك بيتمناها، ليه تستنى فلوسك تخلص مثلا او يبقى عندك يعني تبقى محتاج فلوس علشان تنزل تشتغل؟ طب ما انت اشتغل طول الوقت وخلي معاك بزيادة، وكل ما تنزل شغلك كل ما ربنا يكرمك بزيادة اكتر. ليه قعدة البيت؟ ايه اللي جابرني ان انا اقعد في البيت واول ما الفلوس تخلص ابتدي انزل؟ ما بقيتش فاهمة اي حاجة وما كانش في ايدي اي حاجة اعملها، وكنت بسكت وبس علشان اعدي الامور وابسط الامور. وطول الوقت كان يقولي وانت ناقصك حاجة؟ الكلمة دي كانت بتخليني اسكت، فكنت باخدها من قصرها زي ما بيقولوا كده وافضل ساكتة واكبر دماغي وامشي الامور. لحد ما في يوم صحيت من النوم تعبانة، خدني ساعتها ورحنا المستشفى، وساعتها كشفت وطلعت حامل. وقتها الدكتور كتب علاج وقال لي لازم تاكلي كذا وتتغذي وتاكلي اكل كويس واكل صحي. هو انا بيني وبين نفسي ساعتها قلت اهو بركة، علشان الحمل بقى والمصاريف هيبتدي يتحرك وينزل علشان يعرف يدبق مصاريف الولادة ويعرف يدبق مصاريف الحمل والعلاج والكلام ده، وكمان هدوم العيل الصغير وحاجات كتير تانية في دماغي. جات وقتها في دماغي لحد ما عدى كام يوم والوضع زي ما هو، لا نزل ولا اتحرك ولا اي حاجة. في الوقت ده بدأت ان انا ألمح له واقول له يعني مصروفنا دلوقتي هيزيد، دلوقتي هنبقوا محتاجين مصاريف الولادة ومصاريف المستشفى، هنبقوا محتاجين اكل بزيادة في البيت، هنبقوا محتاجين